السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل دلوقتي يا جماعة مع بعض البسبوسة دوت عسل النحل. هناخد منه معلقتين وكوباية الا ربع زبدة تكون نوعها كده حلو، وكوباية الا ربع لبن، وكوباية سكر. هنجيب كده حلة ونحط كل فيها المقادير دلوقتي قدامنا، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. اول حاجة حطينا اللبن، وبعدين هنحط السكر زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هنحط الزبدة تكون نوع يا جماعة كده حلو، وانتوا بتستخدميه يعني في الاكل وكده، وانت عارفة ان هو حلو ونضيف. وهناخد معلقتين كمان دلوقتي من العسل النحل. لو ما عندكيش بقى عسل النحل يبقى معلقتين عسل الكلوكوز، ولو مش موجود عسل الكلوكوز ولا عسل النحل عارفين شربات الكنافة بيبقى تقيل، نعمل شربات كنافة كده وناخد منه معلقتين، بيبقى برضو جميل جدا، لان شربات الكنافة بيبقى تقيل في نفس سمك كده العسل يعني. فدلوقتي هنقلب بقى نزلنا كل المقادير بتاعتنا اهيت زي ما انتوا شايفين كده، وهتشوفوا دلوقتي نقلبها كويس مع بعض وهتشوفوا الدنيا فيها وجبنا صينية اهيت وندهنها كويس بالسمنة برضو. وده ده دقيق سمولينا، دي البسبوسة نص كيلو. هتشوفوا دلوقتي احنا خطوة بخطوة كده مع بعض، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. دي ذرة ملح حطيناها عليها. دلوقتي هنشوف دلوقتي بنحط نعمل مع بعض، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب. ودوت كيس فانيليا حطيناه عليها، بتدي ريحة طعم جميل قوي يا جماعة. بنقلب بقى دي سمولينا اللي هو دي البسبوسة، جايبينه بقى من عند العطار، جايبينه من سوبر ماركت. نقلب الخليط اهوت، حطيناه على النار وساح السمنة مع بعض مع اللبن مع السكر، وقلبنا الدقيق بتاع السمولينا كويس جدا مع الملح والفانيليا. وبنحط بقى السمنة والمقادير السايلة كلها اللي حطيناها مع بعض والسكر وكده، ونحطهم هنا على الدقيق. خلوا بالكم ما نقلبش كويس، بنقلب بس يعني تقليب خفيف كده لغايه ما الدقيق بتاع البسبوسه اللي هو دي السيمولينا يختفي. ده نص كيلو، ما نقلبش قوي، يا دوب بنقلب زي ما انتم شايفين كده. وجايبين الصينيه بقى اللي احنا دهنينها بالزبده اهي، ونفضي فيها الخليط كده بالراحه، من ما ندوس عليه جامد يا جماعه، بالراحه كده ونسويه في الصينيه وزي ما احنا شايفين كده مع بعض دلوقتي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وشكرا على كل القنوات اللي اتضافت عندي يا جماعه وبتكتب لي الكلام الحلو. نورتوا القناه وشرفتونا، ربنا يخليكم يا رب. اهو بصوا بقى بنحاول نسوي كده البسبوسه ونخليها كله سمك واحد عشان ميبقاش ياما رقيقه وياما تخينه، فالرقيقه بتتحرق. بص بنهزها الهزه دي كده ونسوي فيها كويس قوي عشان الاحراف كمان ما تتحرقش. الهزه دي برضو مهمه قوي يا جماعه. وقبل ما ندخلها الفرن بنحدد القطعة اللي احنا عايزينها، عايزة بقى كبيرة صغيرة براحتك زي ما كل واحد عايز يا جماعة. ربنا يهنيكم يا رب، وكل عام وانتم بخير الايام المفترجة دي يا رب. والبسبوسة دي من الاكلات الجميلة الحلوة، بتبقى يا جماعة احلى من بره. ما بنعمل حاجة في البيت بتبقى فيها البركة كده، وسبحان الله الواحد بياكل منها جميلة يعني. سبحان الله حاجة البيت حلوة ونضيفة. عايزة بقى تحطي بعد التقطيع المناسبة ليكي او المناسبة ليك او المناسبة اللي بيعمل، نضيف بقى على الوش كده ممكن سوداني بندق اي حاجة تكون متوفرة في البيت، وبنحطها في الفرن كده يا جماعة زي ما انتوا شايفين. لما في الوقت ده بقى ما تتحمر كده نحط بقى السكر، الشربات بتاعها هنحضره دلوقتي ونشوف. ادي كوباية سكر. هتشوفوا دلوقتي احنا مع بعض. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وادي نص كده يبقى كوبايه ونص سكر. وادي كوبايه الميه هنضيفها على السكر. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وادي نص يبقى كوبايه ونص سكر وعصره ليمون، كوبايه ونص ميه وعصره ليمون على على الشربات. وده باكت
فانيليا يا جماعة. ده وقت ايه بيدي ريحة وطعم جميل جدا، ريحة جميلة اوي. ونقلبها كويس جدا 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 لما السكر ايه بيختفي. شربات البسبوسة بيبقى خفيف يا جماعة، ما يبقاش تقيل زي ما انتوا شايفين كده. صلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. هنشوف مع بعض بقى اما ايه نقلب كويس. وده كده ايه شكل البسبوسة اهيت يا جماعة، وجمالها وحلاوتها. وبصوا الاحراف بتاعتها، وبصوا بقى ايه السكر. الشربات عملته ايه 3 4 دقايق بعد الغليان يا جماعة، بيبقى خفيف. نحطه بقى كده ايه على الكنافة. كنافة ايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، على البسبوسة. وبصوا بقى التحديد بتاع التقطيعة باين ازاي وواضح. ليه بتبقى سهلة يا جماعة. واول ما نحط عليها الشربات عشان تفضل طرية ما تنشفش، نغطيها لغاية ما تبرد. ويا جماعة ما بنشفش البسبوسة الا لو دخلتوها على فرن بارد. لازم تكون الفرن سخن. اول ما نبتدي هنعمل البسبوسة بنولع الفرن يبقى سخن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى التقطيعة جميلة ازاي. بصوا بقى بعد ما قطعنا يا جماعة، بصوا التقطيعة المظبوطة ومرملة وجميلة ازاي، وناعمة وحلوة بتبقى ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.